في الاول كده لازم تبقى عارف ان الخوف مش دايما عدوك، لان اوقات كتير بيكون مجرد اشاره ان جسمك وعقلك محتاجين بس ان هما يتفاهموا مع بعض. بس المشكله بقى بتحصل اننا اول ما بنحس بالخوف جسمنا بيدوس انذار الطوارئ على طول، وده طبعا من غير ما ناخد بالنا. ففجاه بقى تلاقي نفسك بتتنفس بسرعه وقلبك بيخبط في صدرك ودماغك شغاله على اعلى سرعه ليها، وطبعا بتحضر لك الكوابيس السوداء اللي ممكن اصلا ما تحصلش. وهنا بقى يا صاحبي بيجي السؤال المهم، هل هتفضل كل مره تسيب الخوف يسوقك، ولا ناوي تتعلم تمسك الدركسيون انت وتسيطر على نفسك؟ وهنا بقى يا صاحبي احب اقول لك ان الموضوع ابسط مما تتخيل، لان في الحلقه دي ان شاء الله هنتعلم اداه قويه جدا هترجع لك هدوءك في اصعب اللحظات. اداه يا صاحبي بنسميها تقنيه التنفس 4-7-8. فشد الكرسي بقى كده يا صاحبي وخد نفس، علشان انت هنا في الحلقه الخامسه من كورس اسرار الثقه في الكلام. وما تنساش بقى تشترك في القناه لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمره تسيب لي تعليق تقول لي رايك ايه في الحلقه دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. واوعى تنسى يا صاحبي تفعل الجرس علشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديده. ودلوقتي بقى تعالوا نخش على الخطوات السبعه. الخطوه الاولى معانا النهارده هي فهم المشكله. في الاول كده يا بطل لازم تبقى عارف ان التوتر مش بيبدا من بره، وانه بيبدا من جواك انت. بص يا صاحبي، خلينا نتفق كده ان اي خوف او اي توتر بيحصل مش بيبدا من اللي حوالينا، وده لانه بيبدا من جوه جسمك نفسه. يعني انت مثلا اول ما بتحس انك داخل على موقف صعب، زي ان انت مثلا هتتكلم قدام ناس او في مشكله مش عارف تحلها، جسمك هنا بيدخل في وضع اسمه وضع الطوارئ. يعني قلبك بيقعد يدق ونفسك بيضيق ودماغك بتقعد تسرح في كل السيناريوهات السوداء اللي ممكن تحصل واللي ممكن ما تحصلش، وده كله بيحصل في ثواني ومن غير ما تحس. المشكله بقى هنا ان الدماغ بتفتكر انها كده بتحميك، بس الحقيقه بقى ان هي بتبوظ لك كل حاجه، لانه بدل ما يساعدك تتصرف بعقل بيخليك تاخد قرارات سريعه من غير اي تفكير. وده طبعا بيفسر ليه ساعات بنقول كلام نندم عليه، او نحس اننا اتجمدنا ومش عارفين نتصرف. علشان كده يا صاحبي اول خطوه عمليه هنا هي ان انت تاخد بالك من اول لحظه بيبدا جسمك فيها يتوتر، وتقول لنفسك انا دلوقتي داخل على حاله من الطوارئ ولازم اهدى. وهنا بقى يا صاحبي احب اقول لك ان الحل بسيط جدا. بص يا صاحبي، انت اول ما تحس ان ضربات قلبك زادت او نفسك بقى سريع، خد لحظه كده وفكر واسال نفسك، هو في خطر حقيقي ولا انا بس اللي متوتر؟ الادراك ده لوحده يا صاحبي بيكسر اول طبقه من التوتر، وبيفتح لك الباب ان انت تتحكم في جسمك بدل ما جسمك هو اللي يتحكم فيك. الخطوه الثانيه بقى يا صاحبي هي جهز جسمك كويس. بص يا بطل، قبل ما تعمل اي حاجه تهدي بيها نفسك لازم الاول كده تهيئ جسمك الاول، لان جسمك هو الاساس، ولو انت مش مرتاح فكل تمرين هتعمله مش هيجيب اي نتيجه. علشان كده بقى يا صاحبي لازم تاخد بالك من قعدتك او وقفتك، وحاول تقعد على كرسي يكون مريح، او تقف على رجلك وخلي ظهرك كده يبقى مفرود مش مشدود ولا مايل، وكتافك كمان لازم يكونوا مسترخيين وما يبقوش مرفوعين لفوق كانك شايل هم الدنيا كله على كتافك. وكمان سيب ايدك مرتاحه على رجلك او على الجنب عادي، لان ده بيبعت اشاره للعقل ان انت مش في خطر، وان الوضع حواليك كله امان ومفيش اي حاجه تقلق. وهنا بقى يا صاحبي لازم تفهم ان دي اول خطوه فعلا علشان جسمك يبدا يصدق ان التوتر ملوش اي لازمه. كمان لازم تركز على انك تبعد عن اي حاجه ممكن تشد عضلاتك، يعني مثلا ما تكونش ماسك موبايل او قاعد بتتحرك كتير. وهنا يا صاحبي لازم تعرف ان اول ما جسمك يبقى في وضعيه مستقره ومرتاحه عقلك هيبدا يهدى لوحده، وصدقني يا صاحبي ساعتها اي تمرين تنفس او تهدئه هيجيب معاك نتيجه مضاعفه. الموضوع بسيط جدا يا صاحبي، لكنه في نفس الوقت فعال جدا لو نفذته صح. الخطوه الثالثه بقى يا صاحبي هي يبدا التقنيه نفسها. ركز بقى يا بطل كده معايا وما تسرحش مني، لان دلوقتي جه وقت التنفيذ الفعلي. دلوقتي احنا هنبدا نطبق تقنيه 4-7-8، واللي تعتبر من اقوى التمارين النفسيه لتهدئه الجسم والعقل في ثواني معدوده. كل اللي عليك تعمله هنا يا صاحبي هو انك تبدا تاخد نفس عميق من مناخيرك لمده 4 ثواني. عد جواك كده بالراحه، 1 2 3 4، وسيب الهواء يملى صدرك بكل هدوء. وبعد كده يا صاحبي احبس النفس ده جوه دماغك لمده 7 ثواني. اشمعنى يا صاحبي 7 ثواني؟ لان هو ده الوقت اللي بيخلي العقل يركز، والجسم هو كمان بيدخل معاك في حاله من السكون. علشان كده بقى يا صاحبي عد مع نفسك كده من غير اي استعجال، وخلي جسمك ثابت كانك بتجمد اللحظه. واخيرا بقى يا صاحبي طلع النفس ببطء شديد من بقك لمده 8 ثواني. عاوزك يا بطل تاخد وقتك وانت بتخرج الهواء من بقك، وكانك بتفضي جسمك من التوتر والضغط، وبتقول لكل خليه جواك اهدي، الدنيا مش مستاهله. الجوله دي يا صاحبي مش هتاخد منك 20 ثانيه على بعضها، لكن تاثيرها هنا قوي جدا، وبتنقل جسمك من وضع التوتر لوضع الامان في لحظه. الخطوه الرابعه بقى يا صاحبي هي كرر الدوره دي 4 مرات ورا بعض. بص يا صاحبي، اول مره تعمل فيها التمرين ده دماغك مش هتتجاوب معاك من اول مره، ده طبيعي جدا لانك لسه شاكك ومتوتر ودماغك بتقولك احنا لسه في خطر. علشان كده بقى يا صاحبي التكرار هنا هو الحل، لانك لما تعيد دوره التنفس دي 4 مرات ورا بعض فانت كانك بالظبط كده بتطبطب على دماغك وبتقول لنفسك اهدى
يا عم الدنيا لسه بخير. وهنا بقى يا صاحبي لازم تعرف ان كل دوره بتخلي الجسم يقتنع اكتر واكتر ان مفيش اي خطر، وان اللي كنت حاسس بيه مجرد استجابه مؤقته مش حقيقه مطلقه. فهنا بقى يا بطل هتلاقي القلب بدا يدق بشكل اهدى، والنفس بيرجع طبيعي تاني، والمخ بيبطل يلف ويدور لك على مصايب مش موجوده اصلا. لازم تعرف يا صاحبي ان التكرار ده بيخلق نوع من الايقاع الثابت في الجسم، والايقاع ده هو اللي بيوصل للعقل الباطن ان كل حاجه بقت تحت السيطره. فخد وقتك بقى كده يا صاحبي، وخلي الاربع دورات دول يكونوا بدايه هدوءك الحقيقي. صدقني يا صاحبي ان شاء الله هتحس انك رجعت تمسك زمام الامور من اول وجديد. اما الخطوه الخامسه بقى يا صاحبي فهي ركز على اللحظه وخلي عقلك مع النفس. بص بقى يا صاحبي، كتير من الناس بيعملوا تمرين التنفس ده شكليا بس، لكن في الحقيقه بقى دماغهم شغالين في سكه تانية خالص. فتلاقيه مثلا بيتنفس بس عقله لسه بيقول هفشل، هيضحكوا عليا، انا مرعوب. وهنا بقى يا صاحبي التمرين ما بيجيبش اي نتيجه خالص. علشان كده بقى لازم تعرف ان السر الحقيقي هنا هو ان انت تركز تركيز كامل على اللحظه اللي انت فيها بس. يعني تركز على صوت النفس وهو داخل من مناخيرك، على احساس الهواء وهو مالي صدرك، وعلى بطنك وهي بتتحرك مع الشهيق والزفير. حاول يا صاحبي كده تحس بكل نفس كانه الوحيد في الدنيا، وكل مره تطلع النفس حس كانك بتطلع مع الخوف والضغط والتفكير الزايد. صدقني كمان يا صاحبي انت لما تعمل كده فانت بتجبر دماغك تشتغل بوضع المنطق، وده معناه ان هو يهدى ويركز على الواقع مش على الخيال. يركز يا صاحبي على دلوقتي مش على الكارثه اللي انت متخيلها. التمرين ده يا صاحبي بسيط جدا وسهل، فما تحاولش بقى تفقد تاثيره عليك، وجربه باخلاص وهتشوف الفرق بنفسك ان شاء الله. الخطوه السادسه بقى يا صاحبي هي يدمج التمرين ده في روتينك. بص يا صاحبي لازم تعرف كده ان التمرين ده مش سحر، يعني هو مش هيشتغل معاك مره واحده ويغير لك حياتك كلها للاحسن، وده بس كده علشان تبقى فاهم. لكن بقى لما تكرره ويبقى جزء من يومك ساعتها جسمك وعقلك هيتبرمجوا عليه تلقائي. يعني ما تستناش يحصل توتر او ازمه علشان تعمله، لا خالص، لانك ممكن تعمله وانت رايق وتعود جسمك عليه. يعني مثلا ممكن تعمله اول ما تصحى كده على الريق قبل ما تمسك الموبايل او تفكر في اي حاجه، وكرره كمان مره قبل ما تنام. ولو في نص اليوم كده حسيت بتوتر او خنقه اقعد في ركن هادي وادخل في دورتين 3 منه كده. الهدف هنا يا صاحبي هو ان جسمك يتعود ان التمرين ده هو اول رد فعل لاي ضغط او قلق، وده طبعا بدل ما يدخل في حاله من الهلع على طول. فهيبدا بقى يفتكر التمرين ده وهيهدى بشكل تلقائي، وده بقى يا صاحبي اسمه اعاده البرمجه العصبيه، وده اللي بيخلي اي عاده تتحول لسلاح فعال في مواجهه المواقف الصعبه. الخطوه السابعه بقى يا صاحبي هي قوه التاثير بجمل ايجابيه. بص يا صاحبي في الاخر كده لازم تعرف ان النفس بيهدي الجسم، ما قلناش حاجه، بس الكلام بقى اللي بتقوله لنفسك ده هو اللي بيهدي العقل. وعلشان كده يا صاحبي وانت بتعمل تمرين 4 7 8 اغتنم الفرصه وابدا اهمس جواك بجمل بسيطه بس تقيله في معناها، زي مثلا انا هادي، انا مسيطر، انا جاهز، كل حاجه تحت السيطره، انا اقدر اعدي بده. وهنا بقى يا صاحبي حابب اقول لك ان الكلمات دي مش شعارات وخلاص، دي رسائل بتتبعت لعقلك الباطن وبتاثر على حالتك النفسيه اكتر مما تتخيل. وهنا بقى يا صاحبي الدراسات بتاكد ان المخ بيصدق اللي بتكرره حتى لو في الاول حاسس ان انت بتمثل. فكل مره بقى يا صاحبي بتقول جمله ايجابيه انت بترسم صوره لنفسك، صوره ان انت اقوى واثبت واهدى من اي ضغط. جرب كده تقولها يا صاحبي بصوت داخلي وانت بتخرج النفس، وصدقني هتحس كانك مش بس بتهدى، ده انت كمان بتبني جواك نسخه تانية منك، نسخه قادره تواجه وتعدي وتنجح. وما تنساش بقى يا صاحبي تشترك في القناه لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش. اكتب لي في التعليقات رايك ايه في الحلقه دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. اشوفكم بخير.